نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا استنجدت بإرث ماض مليء بالإثارة والمتعة ليرتمي بين أحضان الحاضر الذي اكتسى ثوب سلفه القديم. بعد أسابيع من الصراعات الكروية والتكتيكية، طبعت الفرق ألوانها في ساحة المعركة القادمة، حيث تأهل 16 فريقاً للدور ثمن النهائي، ونزلت 8 أخرى إلى الدور الأوروبي، أما البقية فلوحت بالعلم الأبيض معلنة لحظة الوداع الأليم. 6 جولات عرفت تسجيل الكثير من الإحصائيات والحقائق القابلة للتغيير مستقبلاً، فكلما تقدمت الأدوار ستعدل ورقة الأرقام بتحديثات جديدة. عراب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تقاسم مع البطل الأخير مانشستر سيتي شرف التأهل بالعلامة الكاملة إثر تحقيقها 6 انتصارات متتالية دون أي عثرات تعكر صفو المسار. السيتي حضر أولاً في صفوف الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف، فقد زار شباك خصومه في 18 مناسبة، متقدماً على أتلتيكو مدريد صاحب 17 هدفاً، ثم على الريال وآرسنال اللذان سجلا 16 هدفاً. وبالنسبة للدفاعات الأكثر تحصيناً، فإن عنوان الصلابة كان من نصيب ريال سوسيداد الإسباني الذي لم يستقبل في شباكه سوى هدفين فقط، وخرج سالما بالكلين شيت في 4 مباريات من أصل 6. أما قائمة الفرق الأضعف دفاعيا فالصدارة كانت من نصيب أنتويرب البلجيكي الذي استقبل 17 هدفا، ليليه الثلاثي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيلتيك الاسكتلندي والنجم الأحمر الصربي، وكلهم قد اهتزت شباكهم في 15 مرة. على صعيد اللاعبين فقد تحكم هالاند وهويلاند بمعية ثنائي الأتلتي موراتا وغريزمان بلعبة الهدافين، بتسجيل كل واحد منهم ل5 أهداف، متقدمين على لاعبي بورتو إيفانيلسون وغيلانو. موهبة السيتي جوليان أليفاريس، قناص أرسنال جابرييل جيسوس، الأنيق بيلينغهام والأمير هاري كين، اللذين سجلوا 4 أهداف لكل واحد منهم. تألق اللاعبين في عالم كرة القدم الحديث لا يتوقف على عدد أهدافهم فقط، بل يرتكز أيضاً على عدد تمريراتهم الحاسمة. وفي مرحلة المجموعات من هذه النسخة فقد تسيد لاعب بورتو غيلانو ونجم أرسنال ساكا هذا الاختصاص، بتمرير كل واحد منهما ل4 كرات حاسمة. الصدامات بين الفرق أفرز مجموع سجل تهديفية توقف عند 296 هدفاً بمعدل هدف كل 29 دقيقة. هذا السجل سيتضاعف بقدوم الدور ثمن النهائي. بعد أن درست الأرقام المذكورة سلفاً، من الفريق الأفضل حسب رأيك؟